كل ما اكلم حد الاقي عنده بيرن اوت، كل ما افتح السوشيال ميديا الاقي الناس كلها عندها بيرن اوت. انا على نفسي عندي بيرن اوت. خليكوا فريش. Let's talk about it. اسباب كتير عامه، منهم ان في جزء مننا عايزين نبقى مثاليين على طول، ودايما بنتجاهل الاشارات بتاعت عقلنا وجسمنا. سبب تاني من الاسباب الشائعه جدا ان المجتمع دايما بيكافئ الشخص اللي دايما شغال على طول، حتى لو كان على حساب نفسه او ضغطه او سكره او اي حاجه. طب ايه هو بقى البيرن اوت؟ ايه هو انواعه وممكن نحمي نفسنا منه ازاي؟ مبدئيا البيرن اوت ده مش كسل ومش ضعف شخصيه، ده بيبقى عباره عن احتراق نفسي وجسدي وعاطفي ومعنوي، بيبقى انهيار طاقه وجهاد عصبي على البني ادم، في شت داون بعدها على طول. واهلا بيكم في ابيسود 2 من ما تيجوا نشرب حاجه سيزون 3. ما تيجوا نشرب حاجه. البيرن اوت بتبقى حاله من الارهاق الشديد اللي بتحصل لما بنفضل نضغط على نفسنا ونشتغل على طول من غير ما يكون في اي نوع من انواع الفصلات. بنبقى محطوطين تحت ضغط نفسي عقلي جسدي معنوي كل حاجه. المايك ما كانش شغال دلوقتي اشتغل الحمد لله، صوتي كان مسموع فمش هعيد اي حاجه. المهم اللي انا كنت بقوله ان مش بس كده، الضغط اللي بنبقى محطوطين والشغل اللي على طول المستمر اللي احنا بنبقى محطوطين فيه دوت بيبقى برضو بيجي مع عدم تقدير. مفيش اي ريسورسز او موارد كافيه تساعدني ان انا اتقدم في الشغل ده او اشتغل ان جنرال. سنه 1974 في عالم نفسي اسمه هيربرت فرودنبرجر، هو ان شاء الله كنت بنطق اسمه صح، فاول واحد كان وصف بالظبط ايه هو البيرن اوت او الاحتراق النفسي، وقال عنه ان البيرن اوت ده بيبقى عباره عن استنزاف للطاقه والاراده والقدره على الاهتمام باي شيء. المعنى الثاني بتاعها ان لو جسمنا هيتكلم، جسمي هيبتدي يقول لي انا خلصت، مخي هيبتدي يقول لي انا مش قادر، وروحي هتبتدي تقول لي كفايه ابوس ايدك وايد اللي خلفوكي. ايه الاعراض المشهوره اللي بنشوفها دايما او بنسمعها او بنحسها ان جنرال في البيرن اوت بس بنتجاهلها؟ اي سي يو. بيبقى عندي احساس بالتعب المستمر حتى بعد النوم، حتى لو اخدت 16 ساعه نوم. طبعا ما عنديش شغف، ما عنديش طاقه، ما عنديش حماس، عندي صعوبه في التركيز واتخاذ القرارات، انسومنيا طبعا رهيبه واضطراب نوم واضطراب اكل كمان، مشاعر سلبيه جدا زي الاحباط او العزله، ودايما بيكون في محاوله لان انا اتفادى الناس او المسؤوليات اللي عليا علشان انا بجد مش قادره. في 3 انواع اساسيه للبيرن اوت، ولكن هما البيرن اوت بصراحه بيجي على اشكال والوان كتير. اول نوع هو الاوفرلود بيرن اوت، اللي هو الاحتراق اللي بيبقى مرتبط بالانجاز. وهنا يا جماعه النجاح بيبقى ضغط، ودايما الجمله الشائعه اللي انا بسمعها ان انا دايما بحس ان انا بجري في ماراثون او سباق وما فيهوش فينش لاين. انا عايزه انجز، انا عايزه اثبت نفسي، انا عايزه اشتغل اكتر، انا عايزه ارد على كل الرسائل، انا عايزه اعمل كل التو ليست اللي عليا النهارده، انا عايزه اثبت لده، وعايزه اشوف مديري بيعمل ايه، وعايزه انا كمان اشوف البيزنس بتاعي بيعمل ايه، وعايزه اشوف عيالي بيعملوا ايه، عايزه وكل ده على حساب نفسي. يعني انا حتى لو عقلي بيقول لي ابوس ايدك انا عايزه انام، جسمي بيقول لي ابوس ايد اللي خلفوكي كفايه، انا ستيل برضو انا عندي مهام لسه عايزه اخلصها، فستيل انا هفضل اجري في الماراثون ده. وسبكونشسلي دايما بفكر ان انا لو وقفت دلوقتي او في حاجه بسيطه او مش بسيطه ما عملتهاش، كل حاجه هتنهار، وكاني شغلي او حياتي مبنيه على جبل معين وفي حاجه هتنهار لو انا ما عملتهاش. طبعا هبقى مرهقه على طول، حتى لو انا بصحى من النوم عندي اوبن بوفيه من الانكزايتي، احساس بالذنب في اي بي لو ما عملتش اي حاجه بسيطه، ولو ما شربتش كوبايه ميه النهارده، واحساس بالذنب دبل في اي بي برو ماكس لو اخدت راحه وحتى لو 5 دقايق، وعصبيه بقى انا بتعصب على اي حاجه وبسناب اوت من حاجات قليله جدا وبسيطه جدا، وشعور داخلي طبعا ان مهما عملت I'm still not doing enough، وان في كتير مننا اتربينا على ان النجاح بيبقى بيساوي الحب او الاتنشن. وطبعا برضو علشان الحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا ان المجتمع بيمجد دايما الشخص اللي على طول برودكتيف، الشخص اللي على طول بيحقق حاجات، بنمجد ده بس ومش بنمجد الراحه. انا اول مجوده اللي بمجد الراحه، وده بيخلي توقعاتنا لنفسنا ما بتبقاش واقعيه، وده مش تحجيم للنفس. انا دايما بعلمكم وبقول لكم ان لو في جول كبير نقسمه لجول صغيره علشان نعرف نحققه. ما بين الجولز دي محتاجين رست، ودايما بننسى ان رست ايكوالز برودكتيفيتي، مهمه زيها زي الشغل. يعني من التو ليست اللي قد الداهيه عادي لو اخدنا اهم 3 أو 4 حاجات وعملناهم. يا فرحتي يا حبيبتي لما تروحي سبا وتعملي هاد مساج وتعملي فيشلز وانتي اصلا مخك عمال بيهري وينقد تحت ايد الست، اما خلاص مش عارفه تعمل لك مساج. يعني فلوس مساج على الفاضي، ادهاني انا اولى بيها، وعدم تقدير لايد الست اللي عماله بتدلك فيكي لمده 80 دقيقه. عارفين في حاجه كمان اندر ريتد قوي لو اتعلمنا ازاي نقول لا. صدقوني دي من اقوى الحاجات المهمه اللي بجد بتحمي من البيرن اوت بطريقه مش طبيعيه. ليه؟ علشان احنا طول ما احنا عمالين بنقول لحاجات احنا مش قادرين ومش عايزين ان احنا نعملها، احنا هيتم احتراقنا نفسيا وجسديا ومعنويا وشغليا واحتمال ماديا كمان. ومش بس كده، هنلاقي نفسنا ان احنا بنشتغل مش لنفسنا، للبني ادمين. تاني نوع اساسي من البيرن اوت هو الاندر تشالنجد بيرن اوت، وده بيبقى عكس الاوفرلود بيرن اوت. وده يا جماعه بيبقى احتراق من قله التحدي، جاي لي احتراق بسبب الملل. يعني لوكي 3/4 نفسنا يكون عندنا الملل ده.
ولكن ان شاء الله ما حدش فينا يوصل لاي نوع من انواع الاحتراقات بليز. هنا بتحس ان كل يوم بيبقى شبه التاني، مش عشان انا شخصيه روتينيه بحت، لا علشان ما فيش اي نوع من انواع الاختلاف. المكان اللي انا بشتغل فيه مش بيديني اي نوع من انواع الاحساس بالتطور، الاحساس بالتحدي. ومن الحاجات اللي بتخلي البني ادم كده عنده بيربس او شويه اللي هو لا انا عايز اعمل حاجه زي دي، او بيبقى عنده زي حاجه بتخلي كده عندنا شعله جوانا في نفسيتنا ان احنا يكون عندنا تشالنج عايزين نعملها. بحس ان انا ما عنديش اي مساحه او مكان ان انا ابرز فيها قدراتي. ده عكس طبعا اصدقائنا اللي في الاوفرلود بيرن اوت اللي مش بيعملوا اي حاجه غير ان هم بيبرزوا قدراتهم. وبرغم كده برضو طاقتي بتقل كل يوم ورا التاني علشان انا شغاله على الاوتو بايلوت مود. خلاص ما فيش اي نوع من انواع التجديد، الملأ، كل حاجه ممله. وببتدي بقى اسال نفسي هو انا بعمل هنا ايه؟ يعني هو بقى هنعمل ايه في الموضوع ده؟ بالنسبه لي الشخص اللي بيبقى عنده اندر تشالنج بيرن اوت بيبقى اسهل شويه من الاوفرلود، علشان انا هنا ببقى محتاجه بس ازود حاجه جديده احتمال تكون بسيطه قوي تخليني اكتشف نفسي، تحسسني بعدم الملل، تخليني ابرز فيها قدراتي، حاجه ممكن تخليني انسبايرد اكتر. حتى لو عندي روتين كامل بمشي عليه ستيل انا ممكن اسحب منه حاجه او ازود له حاجه او ادجست فيه حاجه بسيطه هتفرق معايا جدا. ثالث بقى نوع اساسي من البيرن اوت هو النجلكت بيرن اوت او الاحتراق بيجي بسبب الاهمال. انا ببقى حاسه ان انا عماله بشتغل، مفيش اي نوع من انواع الدعم، مفيش اي نوع من انواع التقدير، مفيش اي نوع من انواع الموارد او الريسورسز اللي تخليني او تساعدني ان انا اشتغل او ابرز برضو قدراتي، مفيش حاجه، وعماله بحرق في نفسي على الفاضي. وده مش معناه ان الشخص دوت فاليديشن سيكر او الشخص ده بيشتغل علشان الناس تقول له برافو عليك انت كتكوتي. خلينا متفقين ان الابريشيشن او التقدير بيبقى ساعات كتير قوي، ما كانش كل الاوقات البنزين بتاعنا. اغلبيه الوقت انا ببقى كده عارفه ومقدره نفسي ومقدره مجهودي، بس ستيل اي وود لاف ان اكون بشتغل، سبيشالي لو عندي كلاينت، سبيشالي لو عندي مديري او اي حاجه يقدر المجهود اللي انا قعدت كتير اتعب فيه. وطول ما انا شغاله ببقى حاسه ان مفيش اي حد واقف في ظهري، ببقى حاسه ان مفيش حد مهتم. البيئه بتاعه العمل او الانفايرمنت اللي بنشتغل فيها بيبقى سبب كبير جدا. بحس اللي هو لو كلنا مهملين، لو كلنا بنهمل اهمال شغل بعض، مديرنا مش مقدرنا ان جنرال، دي حاجه من الحاجات اللي تحس اللي هو لا انا عايزه امشي. ممكن يكون مفيش تدريب كفايه او وضوح لاي مهام المفروض ان انا اعملها، مفيش موارد، مفيش ريسورسز تساعدني ان انا اعمل المهام اصلا اللي عليا، فطبيعي بحس بالاحباط، بحس ان انا مش واثقه في نفسي، بحس ان انا مش عارفه اعمل شغلي حتى لو انا عارفه ان انا لعيب مش فيا. ومن هنا بقى في سايكل اللي في النجلكت بيرن اوت بيدخلوا فيها اللي هي سايكل انا فاشله. ولكن اللي انا عايزه اقوله ان مفيش اي دليل من كلامي او مفيش اي دليل في الافعال اللي احنا بنعملها بتثبت او تدل على ان الشخص ده فاشل. واكبر دليل ان احنا بنحاول وبنأدي وبندي من نفسنا وبنشتغل. الفكره كلها بس ان احنا مفيش دعم، مفيش موارد، مفيش تقدير. تكمله بقى للسايكل ان انا لما بحس ان انا فاشله باخد من نفسي الحق ان انا اقف لنفسي او اطلب المساعده، تقدير، دعم، فيدباك صغير. الحاجات دي بتساعد جدا، سبيشالي لو الفيدباك جاي بطريقه كويسه، نقد بناء. دعم يا جماعه عمره ما كان رفاهيه، الدعم ضروره. كل حته في العالم في حد او في مكان بيبقى عنده سبورت سيستم. السبورت سيستم ده ممكن يكون حد من صحابه، اهله، البيت، الشغل، اي حاجه. ولكن مفهوم انا ليه ما بعملش كده؟ علشان السايكل اللي بدخل فيها. نيجي لفروع تانية من البيرن اوت، وهي في عندنا الايموشنال بيرن اوت او الاحتراق اللي بيجي من استنزاف المشاعر. ده ببقى حاسه ان انا خلاص مشاعري مش موجوده، مشاعري خلصانه، انا مش قادره استحمل حاجه، مش قادره اسمع حد، مش قادره حتى ان حد يسمعني، ما بيبقاش حتى عندي طاقه ان انا احس. الورك او الاوكيوبيشنال بيرن اوت اوريدي اتكلمنا شبه عنها شويه، اللي بيبقى عندي بيرن اوت من الشغل. اللي بيحصل فينا لما بيحصل بيرن اوت، مخنا يا جماعه بيبقى متعود على الضغط قصير المدى، بيبقى انا مضغوطه بس مش للدرجات دي يعني. لكن لما الضغط النفسي بيستمر وبيبقى فيه بقى زي كرونيك ستريس كده، الجسم بيفرز كورتيزول وادرينالين باستمرار، ودي حاجه مش حلوه عشاننا. فبعد كده المخ بيتعطل والجسد بينهار والمناعه بتنهار وبتسوء، وده اللي بيسموه النيرفس سيستم شت داون. خطوات عايزين نعملها علشان نطلع نفسنا من البيرن اوت او علشان نتجنبه انه ما يحصلش تاني. اول حاجه لو عندنا بيرن اوت، قولي انا عندي كذا، انا حاسه بكذا، naming the feeling او naming your condition. كذا انا حاسه بكذا، انا عندي كذا، انا بعمل كذا. دي حاجه مهمه جدا، وده نوع من انواع الاعتراف، والتجاهل بيزود المشكله. شكرا ميرسي. تاني حاجه مهمه جدا، غصب عن عينك وعين اي حد يتشدد لكم هنرتاح. الراحه يا جماعه والله العظيم لناس كتير قوي هي الدواء. rest is medicine وبرودكتيفيتي في نفس الوقت. محتاجين راحه من اي حاجه، لازم يكون في راحه علشان الجسم مش هينفع، احنا مش روبوت يا جماعه. الروبوتس بينهاروا، تشات جي بي تي بيبقى عنده جليتش عادي. تالت حاجه زي ما قلت في الاول، باوندريز. انا اسفه جدا، سوري، نو ثانك يو باي. رابع حاجه، بلاش بيرفكشنزم. حاولوا تقللوا المهام او مش لازم تعملوها كلها، عادي جدا. البرفكشنزم يا جماعه والله العظيم بحسها مصيده للاكتئاب، مصيده للبيرن اوت، مصيده لحاجات كتير جدا بجد، يعني اوحش من مصاده الفئران. خامس حاجه، ودي سبيشالي اللي عندهم نجلكت بيرن اوت او اي حد عنده بيرن اوت ان جنرال، يعني اطلبوا المساعده.
اتوسل اليكم، احب على ايديكم. الفكره ده الكلام ده المفروض اقوله لنفسي اولا يعني، ولكن انا اتعلمت محدش يبص لي بصه اللي هو باب النجار مخلع. اتليست بقى بحاول اصلحه، ما تقولوليش انت انا بقى ام asking for help. انا دلوقتي اتعلمت how to ask for help، فانا جايه اقول لكم واعلمكم واشدد عليكم ان you should also ask for help، بدل ما انتوا عمالين تبصوا لي كده. اسمعوا لجسمكم. جسمكم لما بيحاول يقول حاجه ما بيقولهاش عشان يهق معاكم. علامات ان انت يا اسطى في حاجه خد بالك منها، ده مش عشان هو ملان عايز يلعب معاك، هو بيقول لك كده علشان في مصيبه سودا انت محتاج تاخد بالك منها، فانت بتنفض له. ده السي او، ده انت مش هينفعش تنفض له ده. بعدين لما يحصل شات داون تبتدي بقى انا جسمي ومش جسم. ده السي او ده اسمع كلامه. واخر حاجه اعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها. يعني ماشي انا خلاص انا عديت مرحله تحبوا نفسكم، يعني اعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها. الحاجات دي بتشعلل وتنعنش كده هاي يا توتي، تعالى يا توتي سلم على الناس، تعالى اطلع، تعالى سلم على الناس. عايزين نجيب لك اخ تاني، لا مش تبصنيش، عايزين نجيب لك اخ تاني يا توتي. واخر حاجه تاني قبل ما اقفل، افتكروا يا جماعه ان انتوا بني ادمين، انتوا مش روبوتس. اتوسل اليكم. انا عماله انا حاسه ان انا الفيديو ده توسلت اليكم كتير، ولو انا وقفت او اخدت ستيب باك او ريحت شويه ده مش معناها ان ده فشل. امري اشيورنج يو، والله العظيم انت انجح واحده في الدنيا، انت اكتر راجل غني في العالم، بس ريح. قولوا لي بقى تحت في الكومنتس انتوا حاسين بايه، وايه البيرن اوت اللي انتوا شايفين ان هو عندكم دلوقتي. و ثانك يو فيري ماتش. اشوفكم في ابسود نمبر 3. ما تيجوا نشرب حاجة.